فيلمنا بيبدأ بدون واللي بيكون في طريقه الاجتماع مع عصابة، وده علشان يخلص صفقة بينهم، وبيدخل فعلا وبيفتشوه وبيكون حاطط جهاز تفجير في نضارته بس هم ما بيعرفوش، وبيدخل الاجتماع وبيديلهم الشنطة، بس العصابة دي بتخونه وبيقولوا له يرفع ايديه، فبيقول لهم مش دون اللي يتعمل معاه كده، وبيحط ايده على الساعة بتاعته وبيفجر القنبلة، وبيقوم يخلص عليهم كلهم وبيتمكن من زعيمهم، وبيقول له دون محدش بيقدر يقبض عليه وبيقتل زعيمهم. وبعدها بنشوف اجتماع شرطة معمول، وده المحقق سيلفا، واللي بيعرض لهم صور لكل تجار المخدرات وانهم مغرقين الهند ببضاعتهم ومحدش عارف يقبض عليهم، وده اخطر واحد فيهم واسمه دون وذكي جدا. وبعدها بنشوف دون واللي بيجيله رجالته وبيكون عاوز يعرف مين اللي بيبلغ عنه، وبيضرب واحد بكرة الجولف وبيقتله، وبيقول للمساعد بتاعه يفتش في جزمته، وفعلا لما بيفتحها بيلاقي جهاز GPS وبيعرف ان هو الخاين. وتاني يوم بيروح الشرطة لمكان الحادث وبيشوفوا العميل بتاعهم وهو ميت وبيعرفوا ان دون كشفه. وبعد كده بنشوف روما واللي بتكون بتتدرب على فنون قتالية، ولما بتخلص بترجع للبيت وبتقابل كاميني خطيبة اخوها، وبنشوف اخوها واللي بيكون ظابط ومتنكر في وسط رجالة دون، وبيكون خايف جدا لانه لو عارف هيقتله، بس بتفضل خطيبته تطمنه وبتجيله اخته وبتقول له ما تقلقش. وبالليل بيقرر ان هو مش هيكمل وانه هيهرب بره البلد، وبيتفاجئ قدامه بدون واللي بيقول له انا ما كنتش متخيل ان انت بالذات تخوني، بس انا مسامحك وهسيبك تعيش حياتك زي ما انت عاوز، وبيسلم عليه، بس بيكون جرحه وسممه، وبيقول له ان دون ما بيغفرش، وبيقتله وبيرميه جوه حمام السباحه. وتاني يوم بيبلغ المحقق سيلفا خطيبته، فبتقول له ان هي عاوزه تاخد حقه، وبيتفقوا ان هم هيزرعوها في وسط عصابه دون. وبالليل بتروح لديسكو وبتفضل ترقص وبتفضل تبص لدون، واللي بيكون مبهور بيها وبيبدا يعجب بيها، وبيتعرفوا على بعض وبيروحوا على الاوضه بتاعته، وبتفضل تقرب منه، ولما بيبص في الكاميرات بيلاقي الشرطه وبيعرف ان هو فخ وانها شغاله معاهم، وبيرفع عليها المسدس، فبتقول له انا ابقى خطيبه رميش اللي انت قتلته، فبيقول لها هتحصليه وبيكتفها وبياخدها لبره، وبيهددهم ان هو هيقتلها فبيسيبوه. وبيدخل الاسانسير وبينزل تحت، وبينزل وراه الظابط سيلفا، بس بيلاقيها ميته ودون هرب، وبيوصل الخبر لروما واللي بتكون منهاره جدا وماسكه صوره اخوها وخطيبته وعماله تعيط. وتاني يوم بنشوف واحد من رجاله دون وبيكون بيتفرج على سباق خيل، ولما بيخلص وبيمشي بتهجم عليه روما وبتقول له يجري علشان الشرطه بتطاردها، بس بيوصلوا لها الشرطه فبتقتلهم، وبياخدها بعد كده لدون وبيحكي له على اللي حصل وانها هتنفعنا جدا، وبتعرفه بنفسها وان هي هربانه من الشرطه، وبيحاول دون يقرب منها فبتمسك سكينه وبتهدده، بس بيقدر ياخدها تاني وبيقول لها تنفعي، وبيوافق ان هي تشتغل معاهم. بعدها بيدخل الغرفه بتاعته السريه مع المساعد بتاعه، وبيتفقوا على العمليه الجديده مع شخص معين، فبيحذروا منه بس دون بيصر عليه، فبتروح روما وبتدي فلوس للي مثل دور الضابط، وبيروح بعد كده دون علشان يخلص الصفقه واللي كان قال للمساعد بتاعه عليها، بس بيحس بخيانه والشرطه بتهجم، فبيرمي لهم الشنطه وبتنفجر فيهم وبيهرب من المكان، والشرطه بتيجي وبتفضل تطارده وبيحاول انه يهرب منهم، بس بيخبط في عربيه وبيحاول ان هو يمشي تاني، وبيفضلوا يضربوا عليه نار لحد ما بتتعطل العربيه بتاعته، وبينزل منها وبيجي سيلفا يدور عليه وبيقدر يوصل له فعلا، بس بيكون دوم مش قادر يتحرك، وبيقول له دوم ما يتقبضش عليه، فبيضربوا سيلفا وبيفقدوا الوعي، وبيكونوا رجالته مش عارفين ايه اللي حصل له، وساعتها بيفضلوا يدوروا عليه. وبعدها بيروح سيلفا لمركز الشرطه وبيسال العسكري ده عن الشخص اللي لقى ولد صغير من سنه، وبيروح للملف بتاعه وبنشوف ان الشخص ده شبه دون جدا، وبيكون اسمه فيجاي، وبيكون عمال يرقص ويغني مع الولد اللي لقاه، وقرر ان هو يربيه. وفي الاثناء دي بيجي له سيلفا وبيقول له انا عاوز اتكلم معاك، وبيروحوا للبيت بتاعه وبيقول له انا عاوزك تنتحل شخصيه زعيم عصابه، فبيضحك فيجاي وبيقول له ازاي، فبيوري له صورته وبيتفاجئ ان هو شكله بالظبط، وبيكون فيجاي خايف بس سيلفا بيقنعه. وبعدها بنشوف جاسي واللي بيفتكر لما كان شغال مبرمج زمان وكان بيعمل باسورد لخزنه واحد، ولما راح للشخص ده لقى الحارس بتاعه مقتول، وبيصحى بيلاقي نفسه جوه صندوق، وحد بيقول له ان هو خطف مراته وابنه، وان هو لازم يسرق له ماس من خزنه العميل بتاعه علشان يسيب مراته وابنه، فبيضطر ان هو يوافق، وبيروح للمبنى وبيتسلقه وبيفتح الازاز وبيدخل الخزنه وبيفتحها وبيسرق كل الماس اللي فيها، وبيجي يخرج بيلاقي الشرطه قدامه وبيقول لهم ان هو مضطر يعمل كده، وبيحكي لهم حكايته، بس الشرطه ما بتصدقهوش، فبيجري وبيفضل سيلفا يجري وراه لحد ما بيضربوا طلقه في رجله وبيقبض عليه. وتاني يوم بيعرف ان مراته اتقتلت وابنه محدش يعرف عنه اي حاجه، وبعد فتره بيخرج من السجن وبيروح لبيته وبيشوف صوره مراته وابنه، وبعدها بنشوف سيلفا وهو بيوري في جاي دون، وبيبداوا ينفذوا عمليه تجميل علشان يكون شبهه بالظبط وما يكونش في اي فرق بينهم. وبعد ما بيخلصوا بيجروا الدكاتره فورا على دون واللي بيكون هيموت وما بيعرفوش ينقذوه، بيموت فعلا، وبيقول سيلفا للدكتور ما يبلغش بخبر موته، وبيحط بعد كده في جاي في مكانه وبيخلي الشرطه تروح له، وده علشان رجال الدنيا يعرفوا مكانه، وبيعرفوا مكانه فعلا وان هو فقد الذاكره كمان، وبيحطوا خطه علشان يهربوه من السجن. وتاني يوم في طريقهم للمستشفى بيهجموا رجال الدون عليهم وبيهددوهم، وبتروح روما وبتخلي الونش يشيل العربيه وبيحطها في اتجاه مختلف، وساعتها بيقدروا يهربوا، فبيحاول في جاي ان هو يتقمص شخصيه دون علشان ما
محدش يشك فيه. وبيبدأ المساعد بتاعه يحكي له كل حاجة، وان السي دي ده فيه كل حاجة انت مخطط ليها والحسابات بتاعتك كمان. وبعد وقت بيكلم في جاي سيلفا علشان يحط خطة ازاي هيرجعوا الذاكرة من تاني. وبيروح بعد كده هو وروما ورجالته للمكان، وبيسمعوا صوت سرينة شرطة وبيجروا فورا. وبيفضل سيلفا يجري وراه وبيسوق في جاي باحترافية جدا، وبيفضل يضحك وبيرجع لرجالته وبيقول لهم ان هو خلاص افتكر كل حاجة وبيصدقوه فعلا. وبيتفقوا بعد كده على عملية جديدة، وروما بتقول له انا هاجي معاك، وبتكون بتخطط تقتله لان هي فاكراه دون. وبعدها بنشوف سيلفا واللي بنعرف ان هو اصلا مش ظابط، وان هو منتحل شخصية ظابط، وان هو اصلا زعيم عصابة بس محدش عارف شكله. وتاني يوم بيروح هو وروما علشان ينفذوا العملية، وبيبدل المخدرات بالفلوس وبتنجح المهمة. بس روما بترفع عليه مسدس علشان تقتله، وبتقول له انت قتلت اخويا وخطيبته، بس هو بيقاوم وبيفضل يتقاتل معاها وبيقدر يسيطر عليها وبيقول لها ان هو مش دون. وبيجي بعد كده سيلفا وبيفهمها كل حاجة وان فعلا دون مات. وبعد كده بيسلموا السي دي اللي عليه كل حاجة، وما بيكونش عارف ان هو مش ظابط اصلا. وبيفتح سيلفا الشنطة وبيكون فيها مسدس وعاوز يقتلهم هما الاتنين لان هو خلاص خد كل اللي هو عاوزه. بس بيقول له في جاي ان سنغانيا هيوصل للمدينة وده اللي بيشتغل دون معاه. وساعتها بيرجع عن قراره، وبتفضل روما تعتذر لفيجاي وبياخدها وبيعرفها على الولد اللي هو بيربيه. وبالليل سيلفا بيلاقي الباب بيخبط وبيقتحم جاس المكان، وبيفضل يضرب فيه وبيقول له انا هقتلك بسبب اللي انت عملته فيا. وبيوري له صورة ابنه ومراته، وبيعرف ان الولد ده هو اللي مع فيجاي. وبيقول له انا عارف مكان ابنك فين، بس سيبني دلوقتي عشان عندي مشوار مهم وهقول لك هو فين. فبيضطر انه يوافق، وبيحاول ياخد الشنطة بتاعته بس بيقول له سيبها، والشنطة دي اللي بيكون فيها السي دي. وبعدها بنشوف حفلة وبيوصل فيها سنغانيا وروما فيجاي، وبيدي سيلفا سم للويتر علشان يحطه في كاس سنغانيا، وبيشربه فعلا وبيبدأ يتأثر وبيروح الحمام وبيكون بينزف. وبيلاقي سيلفا قدامه وبيقتله، وبتوصل الشرطة للمكان، وبيفضلوا هما والعصابة يضربوا على بعض. وبيقبض الضابط على فيجاي علشان فاكره دون، وبتقدر العصابة تمسك سيلفا وبتهدد بقتله، وبياخدوه معاهم في العربية علشان يهربوا. بس بتنفجر العربية فجأة وبيموت سيلفا. وبيفضلوا يحققوا مع فيجاي وبيقول لهم ان انا مش دون، وانهم يستدعوا الضابط سيلفا وهو هيقول لهم على كل حاجة. وبيقولوا له ان هو مات وبيرموه جوه الحجز. ولما بيعرفوا رجالة دون ان هو مش دون بيحاولوا يقتلوه، وبيترحلوا على طيارة بعد كده. فبيقول فيجاي للضابط ان هو عاوز يدخل الحمام، وساعتها بيكلبشوه بس هو بيضربهم وبيحبسهم. لكن واحد بيهجم عليه من رجالة دون وبياخد باراشوت وبينط من المكان، فبينط وراه فيجاي وبيقدر يقتله، وبيفتح الباراشوت وبينزل بسلام. وبيروح بعد كده الروما واللي بتحضنه وكانت خايفة عليه جدا، وبتقول انها بتحبه وبتفضل تطمنه، وبتقول له ما تقلقش هنلاقي لها حل ونقدر نثبت براءتك. وتاني يوم بيكلم واحد جيسي وبيساومه على السي دي مقابل ابنه، وبيروح فعلا لمكانهم وبيلاقي قدامه سيلفا، وبيكون ما ماتش، وبيقول له انا اسمي فردهان وانا مش ظابط اصلا، واني زيفت موتي علشان ابعد الشرطه عني، وان هو نفس الشخص اللي حرضه يسرق الماس زمان. فبيرفض ان هو يديله السي دي، وساعتها بيوري له ابنه وبيهدده. فبيكلم واحد صاحبه وبيقول له يجيب السي دي ويجي، فبيحبسه هو وابنه، وساعتها بيحضنه وما بيكونش مصدق ان هو اخيرا لقاه. وبيهربوا من فتحه التكييف وبيطلعوا فوق المبنى وبيوصلوا للمبنى التاني ويقدروا يهربوا. وبالليل بنشوفهم وهم ماشيين، وبيجي فيجاي وبيفضل ماشي وراهم، فبيهجم عليه جاسي وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا مع بعض. وفي الاثناء دي بيشوفهم الولد وبيتعرف على فيجاي وبيجري عليه فورا، وبيقول لابوه ان ده الشخص اللي رباه، فبيسيبه وبيفضل يشكره، وبيديله السي دي وبيقول له ان سيلفا عايش وان اسمه فردهان وان هو مش ظابط اصلا. فبيتضايق جدا ان هو خدعه وبيبدا يحط خطه، وبيجيب جاسي فردهان في مكان معين علشان يديله السي دي مقابل الفلوس، وبيقول له اطلع على المبنى اللي قدامك وارمي لي الفلوس. وبيعمل كده فعلا، بس بيتفاجئ بفيجاي قدامه واللي بيتعصب عليه جدا، وبيقول له انت دمرت لي حياتي واستغلتني. فبيضربوا فردهان وبيبداوا الاثنين ان هم يتقاتلوا مع بعض، وبيكون كل واحد عاوز يخلص على التاني. وبيقدر فيجاي يهزمه وبيكون هيرميه من فوق المبنى، بس بتيجي الشرطه وبتقول له سيبه، وبيسمع الكلام فعلا وبيسيبه. وبيعرفوا ان ده مش دون وان هو فيجاي، بس بيكون اتصاب جامد جدا. وبتيجي الاسعاف علشان تاخده، وبتيجي روما علشان تطمن عليه، فبتقول له انا بحبك، وبيقول لها جمله كان دون قالها لها قبل كده. ولما بيمشي بتفتكر الجمله اللي دون قالها لها قبل كده، وبتفهم ان ده مش فيجاي وان ده دون، وبتروح للظابط فورا وبتقول له ان ده مش فيجاي وان هو قال لي جمله دون قالها لي قبل كده، فازاي فيجاي عارف الجمله دي. وبعد كده بنشوف دون واللي بيكون هرب من المستشفى، وبنعرف ان في المستشفى كان فايق وسمع كل حاجه، وسمع فردهان وهو بيتفق مع فيجاي ان هو هيحطه مكانه. ولما كله خرج من المستشفى راح لفيجاي وبدل نفسه معاه وقتله وتقمص دوره. وكل اللي حصل ده اصلا كان بتخطيط دون، وقدر يضحك على الكل. وبعدها بيقابل البنت اللي كانت شغاله معاه، وبيقول لها اصلا السي دي اللي كان معاهم كان فاضي، وانا دلوقتي بعد موت كل زعماء العصابات بقيت ملك الجريمه، ودون محدش يقدر يقبض عليه.
بيبدأ الجزء الثاني مع كل زعماء المافيا، وبيكونوا قاعدين بيتفقوا ازاي هيتخلصوا من دون، لان هو مسيطر على الجريمة في العالم وعاوزين يحتلوا مكانه. وبعدها بنشوف دون وهو في طريقه لمهمة، وبيوصل للمكان ده فعلا وبيسلم لهم البضاعة، بس بيكتشف ان هم خانوه وبيرفعوا عليه السلاح، فبيقول لهم مفيش مطعم بيتزا قريب علشان انا جعان، فبيقتلوا السواق بتاعه. فبيبدأ دون ان هو يقتل فيهم وبيضربهم كلهم ومحدش بيكون قادر عليه. ولما بيخلص بيخرج من المكان سليم. وبعدها بنروح لمقر الانتربول اللي في ماليزيا، وبنشوف روما واللي بتكون بتتدرب على ضرب النار، وبتقابل الضابط مالك واللي بيعرفها خلاص ان هو يتقاعد، وبيطلب منها انها تركز في قضيه دون وانها لازم تقبض عليه. ولما بينزلوا تحت بيتفاجئوا بدون قدامهم وما بيدولوش فرصه ان هو يتكلم، وبيحاصروه وبيقبضوا عليه، وبيستسلم بسهوله جدا. وبيبدا مالك ان هو يحقق معاه، فبيقول له دون ان هو هيسلمه هارد فيه كل تجار المخدرات وكل حاجه عنهم، وهيخليه يقبض عليهم مقابل حصانه، وان هو يتبرأ من كل التهم اللي عليه. لكنه بيرفض كلامه، وبياخدوه بعد كده وبيرحلوه على السجن. وبيشوف روما وبتكون فرحانه فيه جدا، وبيدخل السجن واللي بيكون تحت حراسه مشدده. وساعتها بيشوفوا المساجين وبيقولوا له مش هنسيبك. وبيشوفوا فردهان وبيفتكر ان هو كان السبب في حبسته. وتاني يوم بيكون دوم في الحمام وبيهجم عليه واحد علشان يقتله، بس دوم بيخلص عليه وبيدي بعد كده السلاح للعسكري، وبيروح لفردهان وبيحاول انه يسلم عليه، بس بيكون متضايق منه جدا وبيفضل يضربه وبيقول له انت اللي جبتني هنا. فبيقول له انا جيت لهنا مخصوص علشان اخرجك. فبيسمعه فعلا وبيقتنع بكلامه، وبيفضل يقول له ازاي هيخرجه. وتاني يوم بيجي المحامي بتاع دون علشان يزوره، وبيتفق معاه ان هو هيسيب له شنطه في الحمام. وبعد كده بيدخل دون الحمام على اساس ان هو ينضفه، وبياخد الشنطه وبيروح فردهان المطبخ وبيحط حاجه في الاكل. وبالليل بيفضلوا المساجين يصرخوا من كتر الوجع، وبتوصل الاسعاف للمكان وبتبدا تنقلهم. وبيطلع دون وفردهان بلبس المسعفين، وبيقدروا يخرجوا من المكان من غير ما حد يشك فيهم. وبعد كده بيروحوا للطياره وبيسافروا لبلد تانية، وبيوصلوا لسويسرا. وبيروحوا بعد كده للبنك، وبيدخل دون للخزنه وبياخد سي دي وظرفه وبيوريهوله، وبيوري له صوره واحد وبيقول له ان ده رئيس البنك المركزي، وان من 8 سنين صاحبه قتله علشان ياخد مكانه في البنك، وده كان بمساعده سنغانيا. والسي دي ده عليه الاتفاق اللي كان ما بينهم. وبعدها بنشوف الشخص اللي كان في الفيديو واسمه ديوان، وبيكون دلوقتي نائب رئيس البنك. وبيقول لهم دون ان مهمتنا ان احنا هندخل البنك وناخد السبائك اللي بيتصنع منها الفلوس، ولو خدناها هنصنع مليارات وهيكون معانا فلوس ما تتعدش. وبعدها بيبلغ ملك روما ان فردهان ودون هربوا من السجن، وبيقول لها على البلد اللي هم راحوا لها. وبعد كده بنشوف حفله واللي بتروحها روما، وبتقابل واحد هناك علشان مهمه دون. وبيدخل دون وبيكون متنكر مع صاحبته عائشه، وبيروح لروما وبيطلب ان هو يرقص معاها. وبتروح عائشه ترقص مع ديوان، وبتحط له تليفون في جيبه، وبيسيب دون الحفله وبيمشي. وبتحس روما ان هي عارفاه وبتمشي وراه. وبيكون بيتكلم مع ديوان وبيقول له ان في فيديو هبعته لك بص عليه. وبيلاقي الاتفاق اللي كان بينه وبين سنغانيا، وبيقول له لو ما قابلتنيش فورا دلوقتي هنشره. وبيقابله وبيشيل الماسك. ولما بيقول له ان هو عاوز السبايك بيرفض، فبيهدده دون ان هو هينشر الفيديو ويفضحه. وبتفضل روما ان هي تطارده في المدينه، بس بيستخدم مهاراته في القياده وبيهرب منها. وبينزل ديوان تحت كوبري، وبتفضل روما تكمل مطاردتها ورا دون، بس بيقلب عربيات كتير وبيعطلها وبيشاور ليها وهو ماشي. بعدها بيبلغ ديوان رئيس البنك باللي حصل، فبيقول له اقتل دون. وبيروح بالليل لمكان وبيقابل زعيم عصابه واسمه جبار، وبيقول له ان هو هيديله ملايين ويقتل دون. فبيوافق جبار. وبعدها بيقابل دون واحد هاكر اسمه سمير، وبيطلب منه ينضم له في سرقه البنك. وبيقول له انا وعدت مراتي ان انا مش هعمل كده تاني، بس دون بيقدر يقنعه. ولما بيرجع سمير لمراته ما بيرضاش يقول لها على اللي حصل، وبيقول لها ان هو جاله شغل وهيسافر اسبوعين. وبعدها بتبدا روما تراجع كاميرات المراقبه علشان تعرف مين اللي كان مع دون، وبتلاقي واحد من رجالتها رسمه، وبتعرف ان هو نائب رئيس البنك. وتاني يوم بيقابل دون في اتوبيس، وبيديله هارد فيه تصميمات البنك، وبيقول له علشان تدخل لازم تاخد بصمات دكتور ومفتاح الخزنه. ولما بينتهي من المقابله بيمشي، وبيكون جبار ورجالته ماشيين وراه، بس دون بياخد باله منهم وبيركب الاسانسير وبيطلع فوق مبنى عالي وبينط من عليه، وبيكون معلق نفسه في حبل وبيقدر ان هو يهرب منهم. وبيبص ليه نظره انتصار وتكبر. ولما بينزل جبار وبيركب عربيته بيلاقي في ونش ماسكها وبيرفعها، واللي بيكون دون، وبيقول له انا عارفكم وعاوزكم تنضموا ليا وهديكوا اضعاف اللي في خيالكم. فبيوافقوا. وبالليل بيكلم دوان وهو متعصب، وبيقول له ما تعملش كده تاني. وبيبعت له عائشه وبتاخد المعلومات الاصليه. وبعدها بيجتمع دون مع رجالته وبيبدا يشرح لهم البنك، وبيقول لهم سمير ان السرقه دي هتكون مستحيله. فبيقول له ما فيش حاجه مستحيله على دون. وبيبداوا يجهزوا نفسهم مع الاسلحه. وبعدها بيروح فردهان للدكتور واللي محتاجين بصمته على انه ظابط. ولما بيمسك الجهاز ده بيقدر سمير ان هو ياخد بصماته. وبيعملوا بعدها عربيه مطافي واللبس بتاعها. وبيحط دون بدله غطس ومحدش عارف هيستخدمها في ايه. وبتروح عائشه وبتحط طرد في مكان، وبيقول لهم دون ان احنا هنخرج من سلم الطوارئ وان عائشه هتكون مستنيانا بالعربيه. وبعدها بيروح فردهان لجبار وبيقول ان دون هيخونهم وما يثقش فيه، وبيتفقوا الاثنين عليه ساعتها. بعدها بيدخل سمير العربيه وبيدخل البنك وبياخد موقعه واللي بيكون قدام الكاميرات. وبيوصل ديوان لشغله واللي بيكون في شنطه العربيه مستخبي دون.
دون وبيقدر ان هو يدخله المبنى من غير ما اي حد يشوفه. وفي نفس الوقت بتوصل روما للبنك وبيكونوا عاوزين يقابلوا دوان وبيدخلوا له فعلا وبيقولوا له ان في حد شافك مع دون، بس بيقول لهم ان ده ما حصلش وانا طلعت من الحفله على البيت على طول. وبيظبط دون ورجالته الساعات وبيفجروا المكان وبتبدا الناس انها تجري وبيضرب فردهان الدكتور وبيخرج وبيوصل جبار ورجالته على اساس ان هم المطافي وبيدخلوا وبيقتلوا حرس الكاميرات وبيحبسوا الموظفين وبيملوا المكان بالمتفجرات وبيقتلوا الامن اللي على الخزنه. وبتوصل الشرطه للمكان وكل وسائل الاعلام وبعدها بيكلم دون روما وبيقول لها ان هم جوه وبيطلب من الشرطه يبعدوا، ولما بترفض بيقول لها ان عربيه المطافي هتنفجر دلوقتي فبيبعدوا وبتنفجر فعلا وبيقول لهم انا ما بهزرش. وبيروح بعد كده لفريقه وبيأكد لهم ان كل حاجه ماشيه زي ما هو عاوز وبيوصلوا للاوضه اللي هم عاوزين يقتحموها وبيفجروها فعلا وبيلبسوا اقنعه علشان الغاز السام اللي جواها وبيدخل دون من السقف علشان ما يلمس الارض وبيقدر يوصل للخزنه وبيفتحها وبياخد السبايك، بس واحد غبي بيوقع حاجه على الارض فبيجري دون فورا قبل ما الغرفه تقفل، بس فردهان بيخونه وبيرفع عليه السلاح وبيقول له انا عاوز السبايك فبيديها له وبيتعصب عليه جبار هو كمان. وقبل ما يقتلوه بيقول لهم ان مفيش هروب من الطوارئ ولا حاجه وانا كنت عارف انكم هتخونوني. وفي الاثناء دي بيقطع سمير النور وبيشك في الحرس وبيهجم عليه بس بيقدر يصعقه وبيفقدوا الوعي. ولما بيرجع النور بيكون دون اختفى وبيمشي وبيروح لغرفه الطرود وبنشوف الطرد اللي سلمته عائشه واللي بيكون بدله غطا وبياخدها وبيروح بعد كده لمواسير الصرف علشان يخرج منها وبيلبس البدله فعلا وبينزل وبيخرج من الاتجاه التاني وبيقدر يخرج من المكان من غير ما حد يشوفه. وبعدها بيشوف سمير صوره مراته وبيحس بالذنب وبيكلم الشرطه وبيبلغهم عن مكان دون. ولما دون بيروح له بيلاقي الشرطه بتهجم عليه وبتمسكه فبيهدد سمير ان هو هيقتله بسبب خيانته. وبعدها بيكلم فردهان مليك وبيقول له انا عاوز طياره تنقلني من هنا ولو ما عملتش كده هقتلك كل الرهاين. وبتسال روما سمير دون هارب ازاي فبيقول لها انا مش عارف، هو ما قالش لحد اصلا. وبيروحوا يسالوا دون بس ما بيقول لهمش حاجه. وبيكلم بعد كده دوان وبيطلب منه خدمه وبيقول لهم دون انا موافق اساعدكم ونحرر كل اللي جوه بس بشرط ادوني الحصانه وتسقطوا التهم من عليا. وفعلا بيوافقوا وبيبداوا يجهزوا هو وروما وبيدخلوا جوه من الصرف وبيبدا فريق روما ان هو يعطل القنابل اللي موجوده وبيفضل دون يهزر مع روما وبيقول لها لسه بتحبيني وبيفجر بعد كده غرفه. وبيروحوا بعد كده رجال الجبار يشوفوا ايه اللي حصل وبيلاقوا الشرطه بيهجموا عليهم وبيفضلوا الاثنين يضربوا نار على بعض وبتكون روما هتتصاب فبيجري دون وبينقذها بس بينجرح في ايده وبيبان ان روما خايفه عليه جدا فبيقول لها اكيد لسه بتحبيني. ولما بيتكلم جبار رجالته وما بيردوش عليه بيحاول يفجر القنابل بس دون بيكون عطلها فبيتعصب جدا وبيهدده ان هو هيقتل كل الرهاين. فبيمسك دون اللاسلكي وبيكلمه وبيروح له هو وروما وبيديلهم السبايك اللي هم عاوزينها وبيقول فردهان لروما ان هي تقتل دون وبيهددها جبار ان هو هيقتلها لو ما قتلتهوش فبيقول لها دون اقتليني بس ما بتقدرش وبيضربها جبار بالرصاص. فبيقول لهم دون ما يتعملش معاه كده وبيرفع ايده وبيشغل الساعه بتاعه التفجير وبيفجر القنبله اللي في الشنطه وبيقوم وبيفضل يضرب فيهم وبيكون مهاري جدا ومحدش فيهم قادر عليه وبيقدر يهزمهم كلهم وبيفقدهم الوعي. وبيكلم بعد كده مليك وبيقول له ان هو سيطر على الرهاين بس دخل الاول اوراق الحصانه مع سمير وبيوصل له فعلا وبياخد الملف وبكده بقى حر وبيهدد سمير ان هو مش هيسيبه. وبياخد بعد كده روما وبيخرج بيها من المكان وبيحرر كل الرهاين وبيقول للملك ان هو ساب كل السبايك ومعاه كمان الهارد اللي فيه كل اسماء المجرمين وملفاتهم وبيفضل يبص لروما قبل ما يمشي واللي بتكون الطلقه ما قتلتهاش وبيلاقي ملك الهارد فعلا وديوان بياخد كل السبايك. ولما ملك بيفتح الهارد بيشوف فيديو لدوان واللي كان دون بيهدده بيه. وتاني يوم دوان وهو ماشي بعربيته بتنفجر بيه العربيه وبيموت وبتسيح كل السبايك معاها. وبعد كده بيتقبض على كل زعماء المافيا اللي دون بلغ عنهم واللي كانوا عاوزين يموتوه. وبيرجع بعد كده فردهان للسجن وبعد وقت بيجي طرد لسمير في البيت. وبعد كده بنشوف دون في طريقه بيقابل عائشه وبتيجي عربيه وبينزل منها سمير وبنعرف ان هو ما خانهوش وان دي كانت خطه ما بينهم. والطرد اللي وصل لسمير كان فيه السبايك الاصليه والسبايك اللي كانت مع ديوان كانت مزوره وانه لما كان في البنك بدلهم وحطهم في طرد في علبه واللي كان عليه عنوان سمير وان هو اول ما نزل من العربيه ديوان زرع فيها قنبله وقتله. وبكده بيكون تاني مره دون يضحك على الكل وكل اعدائه دلوقتي اتسجنوا ومحدش قدر يقبض عليه وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.